لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت جعلت الحسن سهلا فسهل أمورنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد فإن القرآن حبل الله المتين والصراط المستقيم لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي غرائبه لما فيه من حلاوة ولما عليه من طلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. فيه نبأ ما قبلنا وحكم ما بيننا فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم فيما بيننا. هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله عز وجل لا يشبع منه العلماء ولا تزيغ عنه الأهواء. ولم تنتهي الجن حينما سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. والقرآن عباد الله رسالة الله إلى الناس كافة في كل زمان ومكان. قال ربنا في قريعة سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يسر الله عز وجل تلاوته وحفظه فقال ربنا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أقسم الله بالقرآن ورفع شأنه فقال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. كتب الله عز وجل لهذا القرآن الحفظ والنقل المتواتر دون تحريف أو تبديل. قال ربنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أمر الله هذه الأمة أن تتدبر القرآن وأن تحسن فهمه والتفكر فيه. فقال ربنا من سورة النساء قال ربنا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن رسالة القرآن عباد الله انتقلت من عالم الإنس إلى عالم الجن. فقال ربنا في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذا القرآن الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور كما قال ربنا في سورة المائدة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. هكذا قال ربنا عز وجل.
إن الله سبحانه لم ينزل هذا القرآن بمجرد تسهيل الجدران بآياته ولا لقراءته على الأموات فحسب، وإنما أنزله ربنا سبحانه لتضبط به هداية الناس ولتضبط به مسيرة الحياة كلها. قال ربنا في سورة إبراهيم: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. بركة القرآن إنما هو في اتباع والعمل به، كما قال ربنا في سورة الأنعام: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أمر الله هذه الأمة أن تأخذ بالقرآن كله في شتى مراتب الحياة ومطالبها. قال ربنا في سورة المائدة: وأن نحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وقال ربنا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بل حذر الله هذه الأمة أن تترك بعض ما نزل من القرآن. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، كما جاء في سورة البقرة. وحذر ربنا هجرة القرآن أي هجر القرآن، حذر ربنا هجر القرآن. قال علماء السلف رحمهم الله: وهجر القرآن أنواع وألوان: هجر الاستماع به، هجر العمل به، هجر التحاكم إليه، هجر الاستشفاء والدواء به والتداوي به. قال الله على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في سورة الفرقان: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هكذا قال ربنا. والقرآن شفاء من جميع الأمراض، كما قال ربنا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن تلاوة القرآن فيها فضل كبير وأجر عظيم عند الله عز وجل. جاء في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أي أفضلكم عند الله عز وجل ليس هو من يملك المال أو الجاه أو السلطان، إنما من يتعلم كتاب الله تعالى. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن الذي يقرأ القرآن كالطعام الذي في مذاقه وطعامه وشرابه. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. بل إن الذي يتعلم القرآن فهو مع السفرة الكرام أي مع الملائكة في الجنة يوم القيامة. جاء في الصحيحين من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه فله أجران، أي أجر القراءة وأجر المشقة. يحاول أن يقرأ القرآن لكنه يتتعتع فيه فله أجران عند الله جل وعلا: أجر القراءة وأجر المحاولة أي أجر المشقة عند الله عز وجل يوم القيامة. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. قال جندب بن عبد الله رضي الله عنه كما جاء في كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الحافظ الذهبي رحمه الله قال جندب بن عبد الله رضي الله عنه: كنا في المعنى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
الإيمان قبل نزول القرآن فازددنا به إيمانا، بل إن تعلم القرآن والعمل به لا يقتصر على ثواب الدنيا، لا يقتصر على ثواب الآخرة، بل يقتصر أيضا على ثواب الدنيا وعلى ثواب الآخرة. فمن أراد الشرف ومن أراد السواد الأعظم ومن أراد المكان في الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن. جاء في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب، أي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، بل إن تعلم القرآن والعمل به مظهر من مظاهر الدعوة إلى الله عز وجل. أما سمعتم الله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. علق الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني على هذه الآية وهو يفسرها، قال رحمه الله تعالى: والقرآن أشرف العلوم، فيكون من تعلمه وعلمه لغيره أفضل ممن تعلم غير القرآن وإن علمه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ورحم الله الإمام البخاري في صحيحه بوب بابا، قال رحمه الله تعالى: إذا كان الرجلان الليتان فأولهم دفنا في القبر وهو حامل القرآن، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، والحديث صحيح. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي أعلمهم وأحفظهم وأفهمهم لتلاوة القرآن، يتقدم بإمامة الناس كما قال البخاري رحمه الله تعالى. ونقل شيخ المالكية في تونس وإمام الجماعة في القروان عبد السلام بن سحنون رحمه الله تعالى، نقل عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه في قول الله تعالى من سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قال: كل من تعلم القرآن وعلمه فهو ممن اصطفاه، أي اختاره الله من بني آدم. ورحم الله الإمام النووي صاحب الأذكار حينما قال: والقرآن أصل العلم، فمن حفظه قبل البلوغ كان ذلك عونا له على فهم دينه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وروى أبو داود في سننه بإسناد جيد عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن وعمل به ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس. من حفظ القرآن وعمل به ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وروى الديلمي بإسناد حسن أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، أي بالدعاء. انتهى كلامه رحمه الله. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال في قول الله تعالى من سورة طه: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: أي تكفل الله لمن حفظ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن القلوب أوعية فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغير القرآن. انتهى كلامه رضي الله عنه. وهذا أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه كان يقول: من أراد العلم فعليه بالقرآن، فيه علم الأولين والآخرين. قال عبد الله بن عمر: قال أنس بن مالك رضي الله عنه: من أراد العلم فعليه
يقرأ القرآن فيه علم الأولين والآخرين. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا